السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة ولادي قالوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل فراخ كنتاكي، وانا بصراحة مش بحب اكل بره خالص وما بشجعهوش. قلت لهم انا هعمل لكم في البيت احلى فراخ كنتاكي مع التتبيلة الاصلية ونفس الطعم بره واحلى وانضف كمان. طبعا هنبدأ بأول حاجة، هنقطع الفرخة 8 قطع وهنسلقها. طبعا بره مش بيسلقوا الفرخة، ده بيخلوها نية تتقلي في الزيت وهي بتستوي في الزيت، بس بيبقى فيه لازم درجة حرارة معينة للزيت، واحنا طبعا مش عندنا ترمومتر في البيت. فانا جبت لكم البديل ان احنا هنسلق الفراخ نص سلقة علشان ما يبقاش جواها دم وما يبقاش طعمها مش كويس ومش مستوية. طبعا هنسلق الفراخ مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. وبنشيل الوش طبعا بتاع الشوربة، وبنضيف لها الخضار بتاعنا، بصل وطماطم وجزر، ده بيدي طعم جميل جدا للشوربة زي ما حضراتكم عارفين وشفتونا قبل كده، وبيدي نكهة جميلة جدا للشوربة وكمان ريحتها. واهم حاجة طبعا الحبهان والورق لورا المطحون. وهنسيبها تتسلق مع بعض وهنروح نعمل بقى السلطة الجميلة بتاعتنا. هنبدأ طبعا نجيب المكونات بتاع الكول سلو اللي هي الكابوتشا، هنقطعها رفيع جدا. وهنجيب الكرنب الأحمر، هنقطعه برضو رفيع جدا، شرايح كده رفيعة. وهنجيب الجزر، هنبشر بقى الجزر مش هنقطعه لان طبعا الجزر سميك فلازم يتبشر. نبشر الجزر معانا. وهنجيب المايونيز، حوالي كوباية مايونيز، وهنحطها معانا في الطبق بتاعنا. وهنضيف عليها معلقة خل، دي السلطة الكولسلو اللي كلنا بنحبها. نضيف معلقة خل. لو عندك عسل أبيض هتضيفي معلقة عسل. طبعا ما عندكيش عسل ابيض هنحط بدلها سكر، معلقه سكر. وهنخلط الخليط كله سوا مع بعض، وهنضيف عليه الخضار بتاعنا الجميل اللي احنا قطعناه، حبه جزر، حبه كابوتشا، والكرنب الاحمر. وهنقلبهم كويس مع بعض، وهنسيبهم في التتبيله دي. طبعا في السلطه كده هنسيب السلطه. تاني حاجه طبعا احنا سلقنا الفراخ، وهنعمل بقى التتبيله الاصليه بتاعت كنتاكي الجميله اللي مش هتفرقيها عن بره حاجه. اول حاجه جبنا علبه زبادي كبيره، هنضيف عليها 3 معالق مستردة. وفي مستردة بودر برضو بتبقى جميله جدا، لو لقيتيها يكون احسن يعني. وهنضيف معاها التوابل بتاعتنا دي، معلقه بصل بودر، معلقه فلفل اسمر، معلقه بهارات فراخ، نص معلقه توم بودر، والملح، ومعلقه بابريكا. هنخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض. وهنضيف واحده واحده الميه، كوباية مية كده، حبة حبة صغيرة مش كبيرة، لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. طبعا ما بيكونش خفيف ولا تقيل، بيكون مظبوط زي ما حضراتكم شايفينه كده بالظبط. هنضيف بقى الفراخ قطعة قطعة وهنتبلها كويس فيها. نحاول نخلي التتبيلة توصل لكل مكان في قطعة الفرخة يعني. وطبعا لو عملت التتبيلة دي من بالليل وسبتيها للصبح بتفرق معاكي جدا في الطعم، يبقى جميل جدا. مستعجله بقى وما لحقتيش بصراحه، ممكن تخليها ساعتين 3 في التتبيله دي في التلاجة. وانا جايبه لكم التتبيله الاصليه بتاعت كنتاكي. هنا بقى هنعمل البطاطس الجميله بتاعتنا المقرمشه اللي كلنا بنحبها. هنجيب بطاطس تحمير هنقطعها زي ما حضراتكم شايفين، وهنجيب الطاسه سخنه جدا وهنحط فيها البطاطس بتاعتنا. هقول لكم بقى على سر جميل جدا في قلي البطاطس، تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه احسن من بتاعت بره. حمرناها نص تحميرة، هنطفي عليها النار ونسيبها في الطاسة بالزيت. ما تقلقوش مش هتشرب زيت ولا حاجة، سيبها زي ما هي. وهنروح بقى للخطوة التانية بتاعت الفراخ. جبنا دقيق، حطينا عليه نفس البهارات والتتبيلة اللي احنا حطيناها في الأول، اللي هو ملح وفلفل، فلفل أسمر، بهارات فراخ، وبابريكا، وتوم باودر وبصل باودر، ومعلقتين نشا. كل ده خلطناه كويس مع الدقيق، وحطينا الفراخ المتبلة في قلب الدقيق المتبل. نزلنا الفراخ بعد ما حطيناها في الدقيق، نزلناها في مية عادية جدا من الحنفية،
ورجعناها تاني في نفس الدقيق بالتتبيلة اللي احنا عاملينها. ليه؟ عشان نعمل القرمشة الجميلة بتاعت فراخ كنتاكي بنفس الشكل والطعم بتاع بره. هنجرب تاني في قطعة تانية. نجيب الفراخ ونحطها في الدقيق المتبل، وهنضغط عليها بايدينا كده، وبنخبطها كويس كده في الطبق عشان خاطر تعمل ايه، نفس الشكل والقرمشة بتاعت بره. ونزلناها في المية ورجعناها تاني في الدقيق. ده السر اللي بيخليها تبقى مقرمشة وجميلة معاكي. وطبعا مفيش احلى طبعا ولا انضف من اكل البيت. جربنا تاني في قطعة تانية عشان كل حضراتكم تشوفونا. في الدقيق المتبل بدوس عليها بايديا كده عشان خاطر الدقيق يمسك فيها، وبخبطها جامد كده في الطبق عشان تبقى فيها نفس الكرمشة كده، او الشكل نفس الشكل كده بتاع فراخ كنتاكي. وبنزلها في المية وارجعها تاني في نفس التتبيلة بتاعت الدقيق. الخطوة دي رحنا نشوف البطاطس، ولعنا عليها تاني بعد ما كانت في الزيت. حمرنا بقى، كملنا تحميرة البطاطس واتحمرت كويس. طلعناها معاكم. بص البطاطس جميلة جدا، مقرمشة من بره وطرية وجميلة من جوه. وهقول لكم على تتبيلة جميلة جدا للبطاطس من عند العطار، اسمها تتبيلة البطاطس شرق أقصى. دي نفس التتبيلة اللي بتتباع في المطاعم بتاعت بره، بتخلي البطاطس طعمها جميل جدا. هنا طبعا سخنا الزيت عشان نحمر الفراخ، حطينا فيها الفراخ بتاعتنا. وطبعا ما تنسوش الشير واللايك والمشاركة. واتمنى ان يكون اكلي عجبكم النهارده، ويا ريت تجربوه وتقولي لي رايكم في التعليقات على اي حاجه تحبوا تسالوها تحبوا تضيفوها لي. يا ريت يعني، اتمنى يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. وطبعا هنا حمرنا الفراخ ووصلنا للون الجميل بتاعنا، وبألف هنا وشفا. ويا رب يكون عجبتكم. شكرا جدا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.